مرحبا، يسعد أوقاتكم جميع. معكم رافي النحلاوي. اليوم حبيت شارككم طريقة تحضير الجيلي بالفواكه بطريقة كتير سهلة وبسيطة. يلا تابعوا معي مني. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا أول خطوة أنا حضرت زبدية رح أنزل عليها بفنجانين من المي. بسم الله الرحمن الرحيم. المي بدها تكون مغلية. هلا بالنسبة للفنجان أنا استخدمت هذا المقاس. إذا كان الفنجان أو الكاسة اللي استخدمت إياه أكبر من هيك حطيهم كاسة ونص بدل كاستين مشان يكون طعم الجيلي مركز معي. هلا أنا حضيف ظرفين من الجيلي. بالنسبة للجيلي اللي أنا استخدمت جيلي بنكهة الفراولة. فيكي أنت تستخدمي أي نكهة، بس أنا بلاقي الفراولة مع الفواكه طعمته كتير طيبة. وهلا أنا بما أنه حاستخدم ظرفين مثل ما شفتوا حطيت فنجانين من المي المغلية وبدي أضيف عليهم فنجانين من المي الباردة، لأنه كل ظرف بياخد معنا مقدار كاستين، وحدة مغلية ووحدة باردة. وبخفقهم كتير منيح حتى أضمن إنه الجيلي داب بالمي السخنة. وطبعا ما مننزل المي الباردة لحتى أتأكد إنه الجيلي داب بالمي السخنة. وهلا بعد ما خفقتهم منيح رح ضيف المي الباردة، رح أنزل بفنجانين ومثل ما تكونوا شايفين أنا استخدمت نفس الفنجان. وهلا برجع بحركهم حتى يندمجوا منيح. وهيك الجيلي صار جاهز معنا. رح اتركه هون ورح احضر الفواكه يلي بدي ضيفها عليه. هلا بالنسبة للفواكه اختياري، فيك تضيفي أي نوع. أنا اليوم حبيت استخدم الموز والتفاح والفراولة. وهلا حنقطع الفواكه. طبعا بدنا نكون غاسلينها. أنا غاسلة الفراولة وغاسلة التفاح ومحضرتهم. هلا بتحضري كاسات زبادي، اي شيء متواجد عندي منك. انا حضرت هدول الكاسات. هلا حانزل فيهم بالفواكه ووزعهم على الكاسات. طبعا بدنا نتاكد انه الكاسه حاويه كل انواع الفواكه. هلا رح اضيف الجيلي. طبعا بعمل له تحريكه. طبعا انا ما بدي اعبي الكاسه للاخير، بس رح احط فيها شويه من الجيلي. شايفين كيف؟ لانه ما بدي الفواكه تفوش للسطح لفوق. تقريبا قبل نهايه الفواكه بشوي. وهلا بعد ما خلصت انا حطيت نص كمية الجيلي. رح اخدهم حطهم بالبراد لمدة ساعة واحدة، بعدين بطلعهم مشان كفي الجيلي. هلا الهدف من هاي العملية انا ما بدي خلي الفواكه تفوش للسطح مشان ضل محافظة على لونها. لما انا برجع بضيف طبقة اخيرة من الجيلي على الوجه بضل الفواكه محافظة على لونها، ما تعود بتسود او بيغمق لونها بالبراد بهي الطريقة. هلا بورجيكم كيف لما بطلعها بعد بساعة وبرجع بضيف عليها الجيلي. بيكون الجيلي بمدة هالساعة مسك مع مني مع الفواكه. وهيك طلعته من البراد بعد ما كان مرق من الوقت ساعة. هلا حضيف كمالة الجيلي. شوفوا كيف مسكت الفواكه والجيلي على بعضها. هلا بنزل الطبقة الأخيرة من الجيلي. هيك غمرنا الفواكه كلها وضمنت إنه الفواكه ما تفوش على الوجه. وهيك بعد ما خلصت من إضافة طبقة الجيلي الأخيرة رح دخلهم على البراد 3-4 ساعات حتى يتماسك الجيلي منيح وبصير جاهز معنا. وهلا بعد ما عدى من الوقت 4 ساعات صار جاهز. حزينه بقطعة من الموز وقطعة من الفراولة. بالنسبة للتزيين اختياري، وبنفس الوقت نحن منزينه وقت التقديم حصرا، ما منزينه ومنرجع مندخله على البراد كمان مشان نحافظ على قطع الفواكه انه ما تسود او يتغير لونه. هيك حبايبي صارت كاسات الجيلي بالفواكه جاهزة للتقديم، ووصلنا لنهاية حلقتنا. وبتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. وإن عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وشير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل شي جديد، وتابعوني على الفيس والإنستغرام. سلام.